ناس كتير قوي في الكومنتات وبالاخص من بره مصر سألت عن القرموط، وايه افضل طريقة لتسوية القرموط، وهل فعلا اكله حرام ولا حلال؟ لحظة بس، مبدئيا كده نعرف هو ايه القرموط. القرموط او سمك السلور او الكات فيش من الاسماك اللي بتعيش في المياه العذبة بس، وعلى حسب بقى المياه اللي هو عايش فيها والعمق بتاعها بيقدر يكبر لاحجام توصل للحجم اللي انت شايفه ده. وفكرة انه حلال او حرام جات من المياه اللي هو عايش فيها، يعني هو لو جاي من مياه مش كويسة فتعرف ان هو دلوقتي واكل حاجات مش كويسه، انه بياكل ضفادع، بياكل فئران، بياكل اي حاجه. او انت عارف بقى مصدر الميه اللي هو جاي منها زي القرموط اللي معانا في الفيديو ده احنا اللي صايدينه. ويستحسن بقى انك تجيب الحجم الصغير منه، لان كل ما بيكبر كل ما بياكل اي حاجه. والافضل برضو وانت بتشتري القرموط انه لازم يكون صاحي قدامك، ولازم يكون لون البطن بتاعته بيضه، ما تبقاش غامقه. كل ما تبقى غامقه كل ما يدل على ان هو كان عايش في ميه مش كويسه. والقرموط كمان عنده رئه ثالثه، فممكن انت تجيبه في البيت وبعدين تحطه في ميه يومين ثلاثه لحد ما ينضف نفسه، وبعدين تبدا تاكله.